السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا صباح الخيرات والجمال والسعادة على عيون أجمل مشاهدين. النهاردة هو يلا نبتدي يومنا مع بعض. ما شاء الله، شايفين الجو حلو ازاي؟ يا سلام، الشمس طالعة كده والجو جميل ومشمس ومدي الواحد بهجة كده. لسه صاحيين بقى زي ما انتوا عارفين اهو، يلا بنسمي الله. طلعنا بقى الفرشة كده تتهوى وتتشمس في الجو الجميل ده. طبعا انا مش بفضل سايبه الستاره كده، لا انا بحط الحاجه وبعدين بقوم بقى شايله الستاره واقوم داخله. اشوف بقى ورايا ايه. هنا بقى كنا حضرنا الفطار، بطاطس مهروسه كالعاده، وهنا بيض مقلي في السمنه، وهنا ده لانشون ومربى وجبنة قديمة. وطبعا ودي مربى، هي في ناس ما بتاكلش البيض المقلي فبضطر ان انا اعمل بيض مسلوق. دي بقى الجبنة المش الفلاحي القديمة بتاعتي بقى، والعيش الملدن. زي ما انتوا شايفين الجمال بقى والحلاوة. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك. هنا بقى كنا فطرنا وشطبنا المطبخ وكده، دخلنا نعمل الغدا. كان عندي فرخة بقى، قلت اطلعها كده اعمل عليها حبة تورلي، ابني بصراحة طلبوا مني وكده. وقلت ايه نعمله بقى بالمرة. كنت شارية بسلة، البسلة غالية اوي بصراحة، كنت جايباها ب50 جنيه كيلو. بس قلت يلا مش مشكلة، هي اكلة كده كده وهتعدي. انا بقى كنت مولعة على مية غلت معايا، نزلت بقى في البصلة والحبهان ومعلقة سمنة بلدي وملح وفلفل. بعد ما بتغلي معايا بقى بنزل بالفرخة كده زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى تستوي كده وتتسلق مع بعضها. هغطي عليها واروح بقى اولع على الرز كده واعمل صينية الخضار بتاعتي. هنا بقى كانت قربت تستوي معايا اهو، طبعا انا سبتها فترة عشان اخد حبة شوربة للطل بتاعي. هنا بقى كنت حاطة شعرية اهي، حمرها معاكم وانزل عليها بالرز. طبعا انا عندي عيالي بصراحة يعني بيحبوا الرز بشعرية، مش بيحبوا الرز الابيض جنب الطبيخ. يا ريت بقى لو حد زيهم يكتب لي كده في التعليقات، احنا كمان بنحب الرز بشعرية. هنا بقى كنت بحمر حبة شعرية اهو. طبعا وغسلت الرز، نزلت عليه بالشعرية اللي انا حمرتها وعليه معلقة ملح صغيرة زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا اقلب. طبعا ما كنتش متحكمة حلو في المعلقة لان معلش كنت بصور وكده، ماسكة الموبايل بايد وماسكة التليفون في ايد، والايد التانية كنت بقلب بيها. هنا بقى هو انا قلبت الرز في شعرية كويس، هنزل عليهم بقى بحبة مية كده يستوي مع بعضه. بصراحة الخضار التولي ده بيبقى في الفرن طعمه رهيب قوي قوي قوي، جربوه كده وقولوا لي ايه رأيكم فيه. هنا بقى هو هنزل بالمية على الرز زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كان معايا حبة رز صغيرين، طبعا قلت مش هيكفي. قلت لا هزود في الشعرية، كتر في الشعرية. هنا كنت مكترة في الشعرية عشان كده كانت باينة في الرز كتيرة. هبتدي بقى ان انا انزل بقى كل اللي في الجناب ده واغطي عليها واغطي على الرز وكده، واخلي النار وسط واسيبه بقى يستوي مع نفسه كده براحته. واخش على الخضار اشوفه بقى اجهزه. هنا بقى كنت بشرت بصلايه اهي، حاطه دعكه ملح وفلفل ونازله عليها بمعلقه سمنه بلدي زي ما انتوا شايفين. طبعا انا كنت عندي البسله طبعا جايباها من اول امبارح ومفصصاها وحطاها في الفريزر. طلعتها وقطعت عليها بتاع 3 حبات بطاطس مكعبات زي ما انتوا شايفين. يعني ده كيلو بسله وعليه 3 حبات بطاطس، وهنا معايا جزرتين كبار. طبعا انا شوحت البصلايه، هنزل عليهم بقى بالخضار ده واشوحهم كده لغايه ما يتشربوا الميه معايا. وبعدين ابتدي انزل بالشوربه بقى زي ما انتوا شايفين اهو، هوريكم الطريقه. طبعا احنا بقى بنتعب في فيديوهات الطبخ دي بقى طبعا، يعني يا ريت بقى ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك. ربنا يفرح قلوبكم جميعا ويكبر بخاطركم. واكتبوا لي بقى في التعليقات وكده، واعملوا لي اعجاب لايك
وربنا يبارك في عمركم جميعا يا رب ان شاء الله. هنا بقى حطيت الشوربة على الخضار، هنا كان استوى معايا اهو زي ما انتوا شايفين. ده بقى الرز شعرية بقى مفلفل ازاي حبة وحبة، وهنا الفرخة استوت معايا ودخلتها تحت الشواية. ده بقى الخضار بعد ما استوى بقى، وحبة مخلل لفت كده من اللي قلبكم يحبه. وهنا بقى كنت حاطة رز كمان، طبق رز عشان الأولاد ربنا يهديهم ويحفظهم يا رب اللهم آمين. وده كان يومنا النهاردة بقى، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.